حاجه احنا كمصريين بنحبها في الناس دي، فتعال نسمعه مع بعض. زي الواد ابن الصغير بيقول انت بتجيب الاكل منين يا بابا؟ عنده 5 سنين. بقول له يا ابني ربنا بيبعت لنا. ماشي. يعني ازاي؟ قلت له يا ابني بقول له يا رب عايزين بكره ناكل كذا، فبيجيب كذا هو اللي بيرزق. قام قال لي طب قول له احنا عايزين بكره ناكل كمثرى. قلت يا خبر ابيض اجيب كمثرى عشان خاطر اثبت للواد التوحيد؟ معلش الواد الصغير لما فعلا والله في الاطفال بيبقى ليهم طلبات كده يعني، او اسئله، ما انت لازم ترد عليه برضه رد يقنعه، ما انت مش هترد عليه اي رد وخلاص. ما انت لو رديت عليه اي رد ولا كده، ما هو هياخد الرد بتاعك ده وهيبقى هو ده الاجابه اللي ثابته في مخه. اللي بعد كده معانا شيخنا الجليل الشيخ محمد متولي الشعراوي ربنا يرحمه. يقول الله عز وجل: يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا. صح، نعم بالله. وسلطاني لا ينفد أبدا. صح. معانا بعد كده الشيخ محمد الراوي، فتعال نسمع مع بعض بيقول ايه. دنيا متى استعبدتم الناس؟ لماذا يستعبد بعضنا بعضا؟ أين مقدراتنا نحن المسلمين؟ أين تذهب؟ فعلا. أين ما أعطانا الله من نعم؟ هل نخضعها للهوى أم لنصرة دين الله؟ أنا أقول هذا بمناسبة ما رأيناه من رسول الله. لم يقل كلمة عن نسبه، لم يقل كلمة عن أهله، عن قبيلته، لم يقل أنا بل سمعهم ما جاءه من عند الله. لماذا نحن لا نفعل ذلك؟ طبعا بعد كده معانا الدكتور مصطفى محمود، تعال نسمع بيقول ايه. الحكمة فيه. فإذا حتى لما الواحد يصاب بشر وما يعرفش حكمته ولا مبررات وما يقدرش يشوف له وجه مفهوم، ما يصحش ان هو يستعجل على الحكم ويقعد يسب ويلعن. لازم ده لو الواحد اصابه سوء يعني يعلق الحكم. جايز زي ما قالوا وانت بتقلب الصفحه بعد ايام، جايز بعد شهر، فعلا. جايز بعد سنه هتعرف حكمه اللي حصل. فعلا صح. وانه كان وراه خير كتير. صح. وعشان كده وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لكن صح، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. بعد كده معانا الدكتور احمد زويل، تعال نسمع بيقول ايه. قوانين الطبيعه اللي احنا كلنا بنشتغل بيها تقول لك لا يمكن هيتخلق حاجه تقدر تسرع اكتر من كده لغايه دلوقتي. لحد دلوقتي. لكن ما نقدرش حتى نوصل لهذه سرعه الضوء، لكن وصلنا لسرعه كبيره جدا في الصاروخ. هو بيتكلم على سرعه الضوء. في معادلات تقدر تحسبها، وفعلا لقوا الساعه ديت اللي هي في الصاروخ بتفرق نانو سكند يعني. بتفرق عن الساعه اللي موجوده هنا، يبقى الزمن كله نسبي. هو بيتكلم القصه دي انا هحكي لكم بسرعه كده. هم في ساعتين ظبطوهم بنفس الوقت بالظبط، حطوا ساعه في الارض وساعه ركبوها حطوها في الصاروخ وتطلع الفضاء. لقوا ان الساعه اللي في الفضاء فرق عن الساعه اللي في الارض في 200 ثانيه، يعني فرق حاجه بسيطه. فدي كانت القصه اللي هو كان بيحكيها دلوقتي. بعد كده معانا دكتور مجدي يعقوب، تعال نشوف بيقول ايه. ان الميشن ستيتمنت بتاعت مستشفى اسوان ان احنا نعالج كل الناس بدون تفريق على اعلى مستوى ببلاش. ربنا يجازيه خير. علاج كل الناس بدون تفرقه ببلاش، بدون تكلفه، زيرو تكلفه. ومش عايزين يكون في جزء خصوصي وجزء ببلاش. دي الناس اللي نفتخر بيه. بنعمله ببلاش، فما بنبعش اي بيل لاي حد، وكل التكلفه لكل الناس اللي بتجيلنا هي زيرو. طبعا زيرو. ربنا يجعله في ميزان حسناتك، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. الدكتور اللي معانا المثال المصري المشرف اللي بعد كده هو الدكتور مصطفى السيد، اللي اكتشف علاج لمرض السرطان. ربنا يشفي الجميع. علاج مرض السرطان بالذهب. تعال نشوف بيقول ايه. الذهب علاقته بقى بالموضوع ده. وجدنا يا سيدي ان قطعه الذهب اللطيفه ديت ملهاش اي تفاعل كيميائي. الكيمياء مش بتاعتها، ولكن يعني الذهب ما بتفاعلش كيميائيا، ما بتفاعلش مع مواد تانية، لا تتفاعل مع حاجات تانية موجودة في جسم البني ادم. كل اللي عايزين نعمله ما بتتفاعلش ان بتعريض الضوء لها بتسخن. يعني هو هيحط قطعة الذهب في المكان اللي مصاب بالمرض ويعرضه ضوء على قطعة الذهب. وبترفع درجة الحرارة الحتة ديت الدرجة ال 40 ديجريز اللي هي بتسيح الخلايا الوحشة اللي في الحتة دي. سبحان الله. يعني ربنا ألهمه ان هو استخدم الذهب اللي ما بيتفاعلش مع جسم الانسان، بس يتحط في المنطقة اللي فيها خلايا سرطانية ويتعرض للضوء
لدرجه معينه تقوم تقضي على الخلايا السرطان. من النماذج الرياضيه المشرفه جدا اللي احنا بنعتز بيها طبعا الكابتن صالح سليم. تعال نشوف بيقول ايه. انتوا احسن منهم، يعني المفروض انتوا احسن منهم بكتير. هو طبعا في اجتماع مع لعيبه وبيوجه لهم كلمتين اعتقد قبل المباراه. ما تخليش النرفزه تخليك تبقى زيه، لما يشتمك ما تردش عليه. صح. بس العب جد، هو هيفتح. وبعدين لما واحد بيشتمك وما تردش عليه يفضل في دماغه طول المنش، يا ترى ما ردش عليا ليه؟ صح. هيعمل فيا ايه؟ فعلا. لما تقول له ابوك وامك وهو يقول لك ابوك وامك خلاص. لو مش هنام تحت العون 3-4 اجوال. صح. يعني هو فعلا حتى الكلمه دي مش للعيبه بس، لمعظم الشباب ومعظم الاطفال برضه. تعلم ان انت لما حد يغلط فيك ولا كده قول له الله يسامحك. يعني اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ما تغلطش فيه. انت لو هو شتمك وانت رديت عليه خلاص انتوا بقيتوا متساويين كده، لا انت ما تردش عليه بحيث ان هو يفضل في دماغه هو ليه ما ردش عليه، هو طب ما ردش عليه هيعمل لي ايه، ده ممكن حد يبقى دماغه مشغول. فالافضل انت ما تردش عليه. ده كانت طبعا الكابتن الاسطوره صالح سليم. وتعال نشوف الشخصيه اللي معانا بعد. طبعا من الشخصيات الجميله جدا الرياضيه الكابتن محمد ابو تريكه، اللي احنا كمصريين وانا اهلاوي طبعا بحبه وبعتز بيه وبفتخر بيه. من النماذج الرياضيه المشرفه فعلا الكابتن محمد ابو تريكه. تعال نشوف بيقول ايه. مش هقدر يبقى ناجح فيها بقدر ان انا بجانب شغلي، بجانب ان انا بحب الكوره جدا. فمش عاوز حاجه تشغلني عنه. يعني ما فيش حيز في دماغي اشيل الكوره احطه مكان الكوره. محمد في حاجه تانية كمان انا هقولها لك. انت مش قضيتك الفلوس. محترم جدا محترم جدا محترم جدا كابتن محمد ابو تريكه. عمرها ما كانت قضيتك، انا عارف. مش كده ولا ايه؟ طبعا. يعني مش قضيتك انك انت يبقى معاك فلوس قد كده. هو الفلوس مهمه طبعا. مين قال انها مش مهمه؟ طبعا عشان اسرتي وحكايه تامين المستقبل. ده تامين المستقبل ده بيد ربنا سبحانه وتعالى. هو في السماء رزقكم وما توعدون. فانت ونعم بالله.